تمارين الكول داون للابر بودي، واللي شرحت فايدتها قبل كده في فيديوهات كتير، لازم ترجع لها وتشوف سلسله الكول داون. نزود كمان على الفوائد ونقول استرتشات للفول بودي، خصوصا الفول ارم اللي قدامك ده مهم جدا لانه مفيد جدا للاوتار والاربطه، وبيقلل كمان الاصابات اللي بتحصل من التمرين زي التنس البو والجولف البو والاصابات بتاعه الكتف والاصابات اللي بتحصل في الصدر. كمان بيخلي الالياف والاربطه والاوتار يكون فيها فليكسبيليتي وليونه اكتر. كمان بيمكنك انك تقدر تعمل الفول رينج اوف موشن كامل، فده بيؤدي لزياده وتطور في العضلات لان تمرينك نفسه بيتطور. كمان بيحسن وبيخلي الاداء بتاعك، كمان بيقلل الوجع والدي او ام اس اللي بيحصل بعد التمرين مباشره، خصوصا لو انت بتتمرن بشده عاليه. كمان بيهدي الجسم بعد التمرين عالي الشده، وبيساعدك على الاسترخاء وتقليل افراز الكورتيزول اللي بدوره بيعمل هدم عضلي. التمارين دي مهمه جدا خصوصا للاشخاص اللي بتبقى في مكتب او بتقعد فتره طويله. التمارين ديت بتفك العضلات فما بيحصلش ستيفنس او تنشن عالي في الماسلز، ومره على مره بتحس بوجع في الظهر او بتحس بوجع في الجسم عموما. فالتمارين دي مهمه جدا، لازم تعملها بعد التمرين. لكل تمرين 10 ثواني في 3 مجموعات حسب وقتك. ولو انت استفدت من الفيديو ده ما تنساش تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتعمل سوبر سيت لايك في كومنت، مش خساره فيا.